بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، إنه ليشرفكم أن تكونوا في مدرسة الشهيد محمود أحمد صادق. إخواني الأعزاء من العاملين بالمدرسة، إنه ليشرفكم أن تكونوا في مدرسة الشهيد محمود أحمد صادق. فمدرسة الشهيد محمود أحمد صادق ليست بناء، ليست فصول، ولكنها تنبض بالحياة. هذه المدرسة التي يزيد عمرها عن 44 عام قد خرجت الكثير والكثير من الأجيال الذين هم الآن يبنون بلدهم. فمن هو الشهيد محمود أحمد صادق؟ إنه الصادق محمود أحمد صادق ابن الصادق باشا رئيس سرايات الحرس الملكي من عام 1923 إلى عام 1948، والذي شهد له الجميع بالوطنية. إنه أخو الوزير محمد أحمد صادق وزير الحربية عام 1971، والذي كان له مجهوداته في التجهيز لحرب النصر في عام 1973 حرب أكتوبر. إنه الصادق محمود أحمد صادق والذي كان رئيس فرقة في غزة في فلسطين، والتي كانت في ذلك الوقت تحت الحكم المصري، وكان مكلف بالدفاع عن موقع هام فيها. وفي يوم 25 فبراير 1955 ويوم استشهاده جاءت فرقة غاشمة من العدوان الصهيوني بقيادة أريل شارون وهاجمت الموقع، وظل الصادق يدافع هو وجنوده ممسكا بمدفعه حتى جاءته طلقة في يده اليمنى، ثم طلقتان من خلفه. فطبيعة العدو هو الضرب من الخلف، وهو ينادي بأعلى صوته: اضرب يا جندي، استشهد يا جندي، حتى جاءته الطلقة الرابعة في رأسه وسقط شهيدا وهو ممسكا بمدفعه مستميتا عليه. فتحية إلى الصادق محمود أحمد صادق. وقد أقيمت له جنازة عسكرية في غزة وفي القاهرة. وقد أتى الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد في قصيدة نقول بعضا من أبياتها: أماه يا أم الشهيد العبقري الخالد، أماه يا أم الكفاح المستمر الخالد، أماه يا أم العلا والمجد، أم القائد، ما راب فارسك الأبي عن النضال الصامد. هو لا يزال هناك يا أم كل مجاهد، هو في الربى الخضراء في تلك المروج الناظرة، في شط يافا في ذوي كيفة فوق الناصرة، في موكب المستبسلين وفي الدماء الفائرة، هو في النفوس الناقمات وفي القلوب السائرة، هو في سنابلنا وملء حقولنا ملء الثمر، هو في الندى في الزرع في الأنسام في القمر، هو في الأعاصير الجموحة في العواصف في اللهيب، في الثورة في الشعراء، في ليل الكوارث في الخطوط، هو في براكين الجهاد المر في يوم الوثوق، هو في مواكبنا التي تمشي إلى النصر القريب. سنراه يا أماه يوم نعود بالنصر الأكيد، سنراه يوم ندك بالإيمان واحصنه السدود. أماه يا أم الشهيد شهيد معركة الحياة، لا تحزني يوما عليه ولا تزيدي في آتاه، فالثأر يجري في عروق السائرين على خطاه، ولسوف يوما يسألون من الجبابرة الطغاة، ويحررون القداس والأوطان من رجس البغاة. فقد كان هذا ما يريده فتاك يوما جرت الدماء، ولسوف يا أماه يبلغ في الغد الآن مناه. هذه كانت بعض أبيات قصيدة رزاها فيه الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد إلى أم البطل
صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قال نحفظ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو الفداء للوطن، هذا هو حب الوطن. فتحية إلى كل من يبني في الوطن ويستشهد في سبيل الوطن. تحية إلى الشهيد محمود أحمد صالح.